بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض جلاش مثلثات البيتزا. سهل وبسيط وبمكونات اقتصادية موجودة في كل بيت. وبصي سايح ازاي من جوه، الله على جماله بجد، مورق وسايح وحلو حلو بجد. انتي مش هتصدقي احنا عاملينه من مكونات بسيطة قد ايه موجودة في كل بيت. سهل قوي وبسيط، ويلا بينا نشوف المكونات والطريقة ازاي. اول حاجة عايزينها لفة جلاش، جبنة اي نوع جبنة تحبيه، زيتون شرايح، وفلفل اخضر وفلفل حامي حسب الرغبه، زعتر. وطبعا الناس اللي مش عارفه الزعتر بيتحط ازاي هقول لك الزعتر بيتحط ازاي. جبت الجبنه ونزلت عليها بالفلفل، والزيتون مش هسيبه شرايح كده، هقطعه حتت صغيره عشان ما يبقاش مالح قوي ويبقى متوزع كويس. وهجيب بقى الزعتر لازم ناشف، افركه كده، ما احطوش كده زي ما هو خالص، لازم يتفرك كويس قوي. دي طريقة الزعتر، يعني ما حدش يحطه كده زي ما هو. تقدري تستبدليه بحبة البركة، تقدري تستبدليه بنعناع زي ما تحبي. جبنة دي جبنة فيتا عادية خالص، أي نوع جبنة مش مكلفة خالص، وهتديكي نتيجة أحلى من الموتزاريلا. ده زيت ذرة على معلقة سمنة، تقدري تعمليه بزيت ذرة بس، تقدري تعمليه بسمنة بس، المتوفر عندك. احنا عاملين جلاش اقتصادي سهل بسيط. اجيب اول ورقة وادهنها بسيط قوي، بسيط جدا، واحط عليها ورقة تانية. يعني كل بيتزاية هتبقى باتنين جلاش، بورقتين جلاش. اتني بقى كده اهو بالطول. احط بقى هنا كده الخليط بتاعي الجبنة، واوزع واقفله زي السمبوسك بالظبط، بس طبعا سمبوسك كبيرة، يعني ما شاء الله اتنين يشبعوا حلو قوي. وبعد كده ادهنه بقى كده، طبعا انا بدهنه عشان يورق الحرف بس، اللي هدهنه سمنة، الحرف بس اللي هدهنه سمنة، مش هدهن فوق الوش. تمام كده. اجيب الصينية دي انا دهناها سمنة اهو، دهناها سمنة كده. خلاص. اعمل واحدة تانية معاكي، اجيب اول ورقة وادهنها بسيط جدا. الدهان ده يا جماعة عشان خاطر بيورق وينفش ويبقى حلو قوي. دهنة كمان لما اجي اتني كده ما احطش طبعا مكان الجبنة دهان خالص، اي مادة دهنية عندي. احط الجبنة بتاعتي بالفلفل بالزيتون بالحشوة اللي انت عايزاها، انا عاملاها بابسط الطرق، وبعدين ادهن واقفل زي السمبوسك، حرف الجلاشة كده اهي بس كده. وارصص بقى في الصينية، واعمل بقى الكمية كلها. الكمية دي عملت لي صينيتين دول، يعني لفة الجلاش عملت لي الصينيتين دول. اجيب بقى الدهان بتاعي اللي انا حاشيه بيه، ادهن فوق الوش اللي هو الجبنة والزيتون، واكون بقى حاطه طماطمايه بقشر طماطم بس مش قلبها، واحط بقى فلفل وزيتون وطماطمايه كده، على اساس ان الجلاشه تبقى فعلا شكلها شبه البيتزا، وهتطلع زي ما انت شفتيها كده. وبجد بجد الجبنه الفيتا العادية، بجد الجبنة سايحة أحلى من الجبنة الموتزاريلا، وطعمها أجمل بكتير. بصي حطيتها في فرن أوسط، الرف اللي في النص، ما خدتش وقت خالص، بالظبط بالظبط خدت 20 دقيقة. ولعت عليها الشواية أقل من ثواني طبعا. بصي من ورا مقرمشة ومن فوق، يعني طريقة سهلة وبسيطة. يعني لو عملتيها مقبلات، عملتيها فطار، عملتيها سحور، عملتيها فطار في أيام عادية، غدا، وصفة سهلة وبسيطة. وطبعا رمضان جاي، كل سنة وانتم طيبين، وهنعمل بقى وصفات سهلة كده وسريعة كتير قوي. قدمتها معاكي وبصي جميلة ازاي. عايزة بقى ايه اوريها لك من جوه. بصي الجبنة يعني بجد سايحة، وطعمها حلو قوي، الفلفل الحامي مديها طعم خطير، بجد حلو قوي. يعني كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم، وان شاء الله نعمل وصفات سهلة كده وبسيطة وحلوة، وفي نفس الوقت اقتصادية مش مكلفة خالص. ويعني بجد اللي يجرب وصفتي في طريقة الجلاش دي هتعجبه قوي 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 قوي، ومش هيبطل يعملها خالص. وبسيطة، وتقدري بقى الحشوات تبدعي فيها زي ما انت عايزة. واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.